يعني شباب العراق يعيشون بين الواقع والوهم، الأوهام اللي يعيشوها والواقع اللي هم موجودين فيه. الأوهام من الأوهام إنه هو مثلا يخلي يعلق أمنياته بأماني كبيرة، أو يسلك طرق صعبة، أو مثلا يسلك طرق محرمة والعياذ بالله، حتى يوصل للأهداف اللي يريد. بينما هو اليوم يعيش بواقع، هذا الواقع صعب، يعني صعب، يعني من صعوبة مثلا أضرب لك مثال. يعني من أوهام الشباب يوم اللي تجي تتكلم ويا شباب عمره 15 16 17، تقول له مثلا تنصحه، تقول له يابا مثلا شد حيلك، يابا اهتم بحياتك، يابا لم نفسك مثل ما يكون، كون روحك حتى تكون عائلة، حتى مثلا تقدم على الزواج، على تأسيس أسرة أو غيرها من هالكلام. يقول لك مثلا يا معود بعدنا شباب، احنا شايفين احنا كذا، خلينا نتونس، انا ما اريد اتحمل المسؤوليه، انا هيك خليني هيك لوحدي. هذا الكلام مو كلام عقلي. هذا النوب هسه يوم اللي يوصل خطيه الى عمر الزواج، مثلا يوصل لعمر 20 21 23 25، يبقى يحس انه هو ما مقدم شيء، انه هو في فضاء فارغ. يعني يشوف نفسه لا زوجة لا أولاد لا بيت لا عائلة. يشوف أقرانه، مثلا أقرانه آه، متمكنين، عندهم يعني عوائل وعندهم أسر. هنا راح يصاب بخيبة أمل كبيرة. هنا راح يقف وقفة طويلة، يتحسر، يفكر، يتندم على السنين اللي قضاها باللعب واللهو وإضاعة الفرص. أو مثلا وهم آخر من هاي الأوهام اللي يعيشها. بعض الأحيان مثلا تنصح بعض الشباب، تقول لهم يابا كملوا الدراسة، لا تترك الدراسة. يقول لك ها شوفوا هذول اللي كملوا الدراسة قاعدين بلا شغل بلا عمل بلا وظيفة، شوف فلان ما اشتغلوا ما حصلوا وظيفة. وكأنه إكمال الدراسة يعني هدفها هي فقط شنو؟ فقط إنه تحصل وظيفة. بينما هي إكمال الدراسة خطوة مهمة بالمجتمع. اليوم المجتمع يوم يتكلم وياك يقول لك أنت شو مخلص دراسة؟ فالدراسة لها دور. أول شيء تعطي قيمة للإنسان. هسه وين كان أنت ما تعينت، هسه مو إلا تتعين، يعني تقدر دراستك تسخرها على القطاع الخاص، تقدر تشغلها بالقطاع الخاص. هسه أضرب مثل، ذاك اليوم إجانا شخص من أقاربنا يعمل في تنصيب السبالت. هذا تنصيب السبالت عمل يعني لا بأس فيه اليوم، عمل يعني عليه أجور عالية ورأس مال كبير. فواحد اجى ابنه وياه، ابنه مبطل من الدراسة. قلت له ليش بطلت من الدراسة؟ قال ها ما أقدر وكذا وما أنجح وما ما عندي واهس ومن هالكلام، واللي يخلص دراسة شنو استفاد وشنو كذا. قلت له هسه أنت أبوك ده يعمل بتنصيب السوالف، أنت هسه لو تكمل دراسة تروح هندسة، تروح هندسة تبريد، تصير أشطر من أبوك بعد بهذا العمل وهاي المهنة. تقدر تفتح شركة وتقدر تفتح محل وتقدر تفتح ورشة وتقدر تفتح لك مشروع، وتجيب مثلا مصلحين وياك وتفتح مشروع كبير وتنجح فيه في حياتك. هذا شنو اللي يميزك؟ يميزك انه انت عندك شهادة وهذا ما عنده شهادة. بنفس الكلام ابوه سمعني قال شيخنا كلامك صحيح. قلت له شلون؟ قال هسه اني اعمل بعقد يومي بشركة نفطية بضمن اختصاصي، بينما اكو اصغر مني بالعمر مخلصين دراسة هندسة التبريد، متعينين في هاي الشركة ويقتضون راتب كامل. والفرق بيني وبينهم معاني صاحب خبرة كبيرة أكبر منهم، إنه أنا ما عندي شهادة خلوني بأجر يومي، وهذا عنده شهادة خلوه موظف في هذه الشركة. هاي الفرص شوف ايش قد هي اشياء بسيطة، لكن بالمستقبل تأثر وتضيع على الانسان هواي ثمرات. فهنا يعني هنا نحتاج وقفة عقلية، وقفة تفكيرية. الشباب بالنسبة للشباب يحتاج يفكر ويستمع إلى الناصح وينتبه على الواقع اللي يعيشه، لأن واقعنا صعب. واقعنا إما أن يجعل من الفاسد يصل إلى أعلى المقامات، أو يجعل من الشاطر في أسفل السافلين.